فيلم سمير ابو النيل من اكتر الافلام الغريبه بالنسبه لي، لانه كفيلم فنيا سيء جدا وهنوضح ليه في الحلقه. لكن الموضوع اللي بيتكلم فيه حتى لو بمنتهى المباشره والسذاجه، الا انه وللعجب لا يزال بيوصف الوضع الحالي في الاعلام والدنيا فيه بتمشي ازاي. فخليني ما اطولش عليكم ويلا بينا نبدا كلام عن الفيلم. بيبدأ الفيلم بتقديمة سطحية جدا للشخصيات عن طريق شرح قد ايه سمير سخيف وبخيل. 8 دقايق بيتم تقديم الشخصية وبرضه التقديمة طلعت وحشة ومكررة، رغم ان مبالغة البخل تطلع مشاهد كتير حلوة، لكن الفيلم اتجه للاستسهال حتى في الكوميديا، فبيعمل مشاهد وبيقول افيهات خيال اول مش انهانسد حتى، يعني بيعمل مكالمة وما بيدفعش وبيلابط على الباقي وبيقول افيه صعب قوي بصراحة. بس جنيه ليه وانا بتكلم المانيا الغربية؟ هو لو كان قال مثلا ليه يا عم وانا بكلم الكونغو غالبا كانت هتبقى افضل شوية، لان الافيه بيبقى معتمد على المفاجأة وعدم التوقع، لكن المانيا الغربية مكونة من كلمتين، فهو هان التايمنج بتاع الافيه. مستني كابتن وائل جمعه في الكومنتات اللي بيدافع عن اي شيء باستماته وهيقول لي لا هي كده حلوه. المهم بيروح سمير عشان يفطر وبيستنطع على الراجل بتاع الفول، والحقيقه بيبقى فيه افيهات يائسه جدا، حتى فكره وضع شخص مثقف في الفرديه وانه يحصل تضاد كبير فيولد ضحك ما اتعملش حلو، لان سمير اصلا كان متجاهله، فالراجل بقى باين ان هو عمال يحزق وبيشوط الكره في الحيط. المهم بعد ما سمير بيحاول يلبط على فلوس الفطار بيتخانق مع صاحب العربيه، فبيتطور الموضوع لحد ما بيروحوا للقسم، وبيجي اول مشهد فيه رمق وهو المأمور طالع بيجري من القسم، وسمير بينخع وبيقول لهم ان هو صاحبه هيدفع فلوس التوك توك. ومع دخولهم القسم بيحصل مشكله تقنيه، وهي ان لما الكاميرا بتلف 360 درجه بيحصل دروب فريم، وده لان الافلام عاده بتبقى متصوره ب 24 فريم، فلو هتصور مشهد زي ده كان يفضل ان انت تصوره على فريم ريت عالي 50 او 60 مثلا. بس فرضيه ان الاسم الضباط والمخبرين محطوطين في القفص والمساجين هم اللي بره حلوه بصراحه، وكمان بتريليت مع الانفلات الامن اللي كان موجود في فتره الثوره. عايز اقول لك ان عيلة عضلة هتفضل شادة منك وافشل يوم الدين. بيعجبني بصراحه الافيه ده. المهم سمير بيخرج امين الشرطه عشان ياخده يستوى بيه على الناس، فبيروح للست اللي مأجر لها شقه وبيتطفس وياكل من اكل الشهر، وكمان هو ماشي بياخد التموين عشان ما كانش معاه فلوس تدفع الايجار. وفي حاجه بتلفت نظري جدا في الفيلم ده، وهو كميه الاعلانات المهوله اللي انا ما اعرفش على ايه. يعني سيبك من اضاءه المطبخ السيئه جدا، ده اعلان لجرينلاند جاي في فريم كامل، بحيث انك لو بتسمع الفيلم مش بتشوفه تاخد بالك برضه. ونفس المركب تبقى موجوده برضه، هو بيبرشط على خالته وعريس بنتها موجود. المهم اخو سمير بيروح له البيت وبيقول له ان حسين ابن عمه جاي يقعد معاهم، وبعد نص ساعه من وصف قد ايه هو بخيل ومكروه مع افيهات حمضانه وفشل ان هو يعمل اللازمه بتاعه الجلاشه، حسين بيتكلموا في موضوع مهم، ومن هنا بننتقل على الفصل الثاني. والموضوع هو انه بيقول ان هو مريض وهيسافر يتعالج، فعايز يديله فلوسه عشان لو حصل له حاجه، لان بنته تحت السن وبالتالي ممكن ياكلوا ورثها. فسمير بيوافق وبيبتدوا يفكروا هينقلوا كل الفلوس دي ازاي. فسمير بيقرر يعمل اعلان وهمي لحفله مجانيه لهيفا، والموضوع بيحصل فعلا والناس بيلهسوا وراها، وحسين عشان عارف سمير ان هو ممكن ياكلهم عليه فبيكتبوا وصل امان على كل مليون، وبيتفق معاه ان اي مكسب هيبقى بالنص والخساره هتبقى لسمير لوحده. فسمير بيحاول يعمل بيزنس وبيتجه ان هو يصنع ويبيع منتجات التجميل، وبيعمل سبوف على الاعلانات الرديئه اللي بتيجي على القنوات المجهوله. ومن هنا خليني اقولك ازاي الاعلانات بتقنعك بالمنتج. ما بتسالش نفسك ليه الشركات الكبيره رغم ان كلنا عارفينها بتعمل اعلانات بمئات الملايين سنويا؟ ده اشهر مبدا في الدعايه وهو التكرار، ان انا افضل اقول لك الحاجه كتير لحد ما ترسخ في ذهنك، مش شرط تقتنع بيها لكن هتروح تسال على المنتج اول ما تحتاج حاجه في الاطار ده. فبالتالي بحمي شركتي من المنافسين الجدد وبعلي مبيعاتي وبحافظ على الماركت شير بتاعي في السوق. ده غير ان في كمان تقنيه الايهام بالاجماع مع الفير اوف ميسنج اوت، دي شهيره جدا عند مرتزقه السوشيال ميديا. فتلاقيه بيقول لك مثلا انت ازاي لسه ما اشتريتش كذا، وازاي يا جربوع يا ابن الجلابيه مش معاك المنتج اللي هينقذ حياتك ده. هو بيوهمك انك تحت صخره وفاتك اكتشاف النار مثلا، والمشكله انك كل ما تقفش حاجه بيطلع غيرها. يعني مثلا شركه تجيب حد مشهور فده بيديها شهره وثقه، بس مع الوقت الناس فقدت الاهتمام وما بقتش بتصدق، فنروح للانفلونسرز عشان اقرب للشباب دلوقتي، فواحده واحده بيفقدوا مصداقيتهم. طب الموضوع اتعرف ومبقاش فعال، خلاص نجيب ناس عاديه تتكلم عن المنتج بحيث ان هو يبقى فيه ثقه ما بين المستمع والمتكلم، فبقى نوع جديد نسبيا اسمه UGC، وهكذا بقى بتفضل الدايره بتلف. المهم خلينا نرجع للفيلم. سمير ابو النيل منتجاته بتطلع زي النيله، والمدامات بتيجي تنقض عليه بعد ما الكريمات بوظت وشهم، فبيكلم حسين وبيدله على واحده يروح لها تساعده في تشغيل الفلوس، وبيروح فعلا وبتتفق معاه على كل حاجه وان هو ما يحاولش يشغل دماغه. ومن العدم بتظهر شخصيه جديده وهي صحفيه بتحاول تعمل بنت شارع عشان تكشف عصابات التسول، فبينتهي بيها الامر ان هما بيمسكوها يعجنوها، واشرف امين الشرطه بيترفد علشان يطهروا الداخليه، فسمير بيشغله بودي جارد معاه. قال ايه؟ عايزين يطهروها. اسمه كلام يا جدعان، ودي تبقى داخليه. وبيروحوا للمرأة الحديدية وبيتفقوا معاها ان هم هيفتحوا قناة باسم صبحة تي في، فبيشتروا قناة وبيتفقوا ان هم يسجلوها في الشهر العقاري عشان يثبتوا الملكية الفكرية. فتيجي ليلى وتسرق الفكرة وسمير يرفع عليها قضية، فيبقى قدامه يا اما يشاركها يا ياخد تعويض، وبكده محدش يقدر يسأله من اين لك هذا، غسيل اموال يعني زي لايفات التيك توك بالظبط كده. مهم ليلى بتبقى عايزة تجيب مذيعين مشهورين بحيث ان هم يشهروا القناة بسرعة، لكن سمير لما بيعرف ان هم هياخدوا 50 مليون جنيه في السنه بيصير وبيقرر ان هو يقدم كل البرامج. مبدئيا لوجو القناه شبه لوجو قناه النهار جدا، فهل ده مقصود؟ خصوصا ان اسمها صبحه، فصبحه النهار كده يعني.
المهم بيبدا الفيلم يرمي الهلب على اول حاجه في الاعلام، وبياخد توفيق عكاشه كعبره ومثل ببرسونه الفلاح مدعي الثقافه. وخلينا نقف هنا شويه واقول لك كام تكنيك بيستخدمه عكاشه وغيره عشان يوجهك لحاجه معينه. اولهم الفريمنج او صياغه الخبر بشكل معين، زي مثلا لما اقول لك الاهلي يذل الزمالك ب5 اهداف او الاهلي يفوز على الزمالك بفارق هدفين. هو نفس الخبر بس الصياغه والمفردات مختلفه، كل واحد فيهم بيحفز عندك شعور معين. في برضه انك تقول نص الحقيقه، زي مثلا ان الاقتصاد نما بنسبه 10%، وما تجيبش سيره التضخم او ان النمو ده كان بسبب الهوت كاش او ان في قروض او مساعدات خارجيه مثلا، فانت فعليا ما كدبتش بس دلست. ممكن كمان تدمج تسميه مغرضه مع خلق ازمه وهميه عشان تحلها بحل انت عايزه، زي مثلا لما اقول لك المخربون ينشرون الفوضى في البلاد لذا وجب تفعيل قانون الطوارئ، في حين ان المخربين دول ناس عاديه محتجه على شيء معين بشكل سلمي زي ما كان بيحصل في الثوره مثلا. في كمان تقنيه مخابراتيه شويه اكتر من اعلاميه، وهي الاغراق المعلوماتي. اديك معلومات كتير جدا نصها ملوش اي لازمه، ونص تاني انصاف معلومات ما تستشفش منه حاجه، فتتشوش وما تعرفش تبني راي او تاخد موقف معين. طيب هقول لك حاجه معروفه بيها جدا اللي ما يتسموش، وهي انهم يعرضوا لك مشاهد صعبه جدا كتير، او يقولوا لك مثلا الهرم بتاعنا. في الاول انت هتتعاطف مع المشاهد دي وهتنفجر في اللي بيحاول يسرق حضارتك، لكن مع الوقت والتكرار التعاطف والثوره والدعاء هيبقى لايك وشير، والانفجار هيبقى انجري، وشويه كمان وتبدا المشاهد تتعبك نفسيا، فهي تتجاهلها تعتادها، وكذلك الانجري. وبكده يبقى انت طبعت بشكل رسمي مع الشيء الكارثي ده غصب عن عين اهلك. فبقى حاول تفكر ليه في صفحه مثلا اسمها بالعربيه، كل الحاجات اللي فيها مستفزه جدا للعرب. خلينا نرجع للفيلم وفكره الدعايه الوطنيه المبالغ فيها. في قاعده ثابته وهي المبالغه في الشيء تعني عكسه، فتلاقي احدهم مثلا طالع بحاجه زي التعليم السما وزي البلد جميله وبتتطور، وهو عياله كلهم بيدرسوا في امريكا مثلا وهو مزدوج الجنسيه واقرع، يعني لا دنيا ولا اخره. المهم سمير بيقرر يعمل برنامج طبخ عشان بس يعمل اعلان للاندومي، وبيتم الاشاره للجهل والفساد بمنتهى سطحيه عن طريق عبله، فبتعمل جروبات وبتنزل عليها ميمز، ونتيجه التهزيق ده بنقع في مشكله، ويعني كل السبونسرز بينسحبوا وكل الناس ما بقتش متقبله سمير، فبيقرر ان هو يلعب على كل الفئات واولهم الشباب، وده عن طريق ان هو يبعت اشرف يعمل ان هو مستثمر خليجي عشان يشتري حقوق حصريه للماتشات مقابل مبلغ فلكي، وبيخليه يعمل معاه مداخله ويستحلفه ان هو يتنازل عن العقد، وبيحصل فعلا، وبكده يبقى كسب شريحه الشباب. ما بيفكركوش بحد المثل ده بالذات؟ المهم سمير بيستغل حاجه العرسان واهاليهم عن طريق ان هم بيعملوا جوائز على الاجهزه الكهربائيه، وبيروح لست البيت بسكه الشغالات وناس الغلابه برحلات العمره. فاشوف ان سمير ابو النيل ده نسخه طبق الاصل من جعفر العقده، شخص مدعي علم وثقافه بيحفظ كلمتين عشان يطلع يقولهم في لقاءات، وكل مره شكله بيطلع اغبى من الاول، وعنده تصور عن جاهل جدا ان هو اذكى من الناس، او الناس دي مهاطيل ذاكره سمك مش فاكرين رميته في حضن الخنازير، فبيجي يتعنطز علينا بنفس الوطنيه والجرأه الزائفه ويقول لك فين جيشك. ده غير النقص ومحاوله الهرب من الصوره الذهنيه اللي بقت عند كل الناس من عبده صوته، واللي ان هو شخص متدني الثقافه والفكر ومحدود المعرفه، ولما فشل في ده وطلع شكله عبيط ما بقاش عنده مشكله ان هو يلبس حاجه مخزيه لاي راجل تحت مسمى الترند وان ده ماركتنج، ولو في يوم الناس امتعضت سهله كلها كام جنيه يتصرفوا على الناس الغلابه في برنامج كده كده مش دافع منهم حاجه، والبرنامج بيجيب مصاريفه والزياده، وبكده نبقى غسلنا نفسنا قدام الناس ودفعنا البيدجات رخيصه عشان نشتري الترند من خلالهم. المهم سمير بيخلي اشرف يستضيفه عشان يقول الكلام اللي هو عايز يقوله ومش عارف، كالعاده طبعا جرينلاند واخرون في شاشه الرعايه ورا، في حاله انك لو ما خدتش بالك فميك اتكلم عنها بشكل مباشر كانه بينتقدها، حركه سبكيه موت. المهم اللي كان عايز يقوله سمير ان هو يعمل حزب ويرشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب، وده بيثبت اكتر واكتر ان الفيلم كان واخد توفيق عكاشه حاله، لانه كان اعلامي بعدين عمل حزب مصر القومي في 2011 برغم ان الفيلم نزل في 2013، الا ان توفيق عكاشه خد الولايه الثانيه في 2015 بعد ولايته الاولى في 2010. وفي امثله كتير زيه، بس سذاجه المواقف دي ما كانتش بتطلع غير من عكاشه. المهم بنروح للحاج شكري اخو سمير وبيقول حاجه مهمه جدا، وبتكون اجابه على الراجل اللي بيساله مش ملاحظ ان حالك اتصلح من ساعه ما اخوك اتشهر، فبيرد عليه بانه وانا مالي بيه، كل ده بفضل تعبي ومساعده اخواني في الله. ودلوقتي خلينا نقف هنا شويه واشرح لك فكره الفيلم. حسين ابن عم سمير بيمثل الطبقه العليا او راس المال الغير محدود، واللي غالبا جايه بشكل مش شرعي لان ولا مره اتكلم عن مصدر الفلوس دي. اما سمير فهو بيمثل الشخص الجعان الفاشل محدود الموهبه والفكر اللي راس المال بيستغله بشكل ما، لكنه برضه مستفيد فما كانش عنده مانع ان هو يبيع له نفسه. اما بالنسبه لطريقه نقل الفلوس من حسين لسمير فواضح جدا ان هو مثال بص العصفوره واستغلال ان الشباب تعبان وعمل حوار حفله هيفاء. اما بالنسبه لاشرف اللي هو ملوش اي نصيب من اسمه فبيمثل الفلول او المنتفعين اللي بيبقوا على الحجر اللي قاعد على الكرسي. اما بقى بالنسبه للحاج شكري فهو عارف ان اخوه على باطل لكن عمره ما انتقده لانه بيستفيد من ورا شهرته حتى لو بشكل غير مباشر، وخليك فاكر ان هو قال ان هو ملوش اطماع علشان هنحتاجه بعدين. المهم سمير بيعمل احتجاج جرين سكرين عشان يفيك ان هو كان في الثوره ويستغل ده لصالحه، وعبله بتروح له المكتب عشان تقنعه ان هو يرشيها، لكن في الباطن كانت رايحه علشان تحط له مايك تتجسس عليه بيه، وهو ما بيكدبش خبره وبيقول كل حاجه دينه وهو بيكلم حسين، وبيقول له ان اسهل حاجه تخلي عندك شعبيه انك تستغل فقر الناس وجوعهم وتاكلهم. وبمجرد ما بيقول ده عبله بتسرب له التسجيل وبينتشر في مصر كلها وبتبقى فضيحته بجلاجل، فبيبعت لها حريم تضحضحها ضرب.
وبيديها حته احمد حسام ميدو بان كل ده تلفيق ومش حقيقي. فبتنزل له حبيبته من استراليا عشان تعمل اي حاجه تحاول تفوقه، وبتقول له ان لاول مره بينسى ثانويه ابوه، في الدلاله ان شهره عمته نسيته اصله وجدره، ونسي كمان لما قال لها ان الراجل اللي يمد ايده على ست ما يبقاش راجل. فالكلام بيفوقه فعلا وبيروح لعبله المستشفى يعتذر لها، وبتقول له انها ممكن تتقبل اعتذاره لو ساب الناس والبلد في حالها. فبيطلع في برنامجه بيقول ان هو كان بيغش الناس وهم اللي ساعدوه بسبب طيبتهم، لكن بمجرد ما بيرجع لضميره ليلى بتقلب عليه وبتقول له ان في رعاه وفلوس دايره وان هو كده بيخسرهم، لكنه بيصر على موقفه. فبتخليه يمضي اوراق بتنازله عن اي شيء في المحطه. لما بيروح البيت بيلاقي ان حسين عمل نفس حوار هيفاء بس المره دي مع نانسي وخد فلوسه، وبيفهم من حسين اخيرا ان هو كان غسيل اموال. وحسين بيدور القناه بس غير اسمها من صبحه لسبحه، وجاب الحاج شكري عشان يقدم برامجها، وبكده تبقى الدايره اكتملت: راس المال، السلطه، الشهره، المنتفعين، وتجار الدين. وبس بيخلص الفيلم على كده. الفيلم بيوصف سوء الاعلام واللي وراه في كل زمن، ولغايه دلوقتي بيوصف الواقع مش عشان هو ساحر او حاوي، لكن علشان دي طول عمرها التركيبه. عايز تتحكم في المجتمع العام يبقى سلطه، شهره، اعلام. بس ما تفهمش من كلامي ان الفيلم عميق او فني وفيه محاور فظيعه، لا خالص، لكن خلينا نقول ان هو بيوضح الواضح، بحيث انك لو في غيبوبه مش شايف العبط اللي حواليك ده كله تفوق لها شويه. لكن فنيا هو سيء جدا وفيه غلطات تقنيه واخراجيه مبتدئيني قوي بصراحه. يمكن القصه لحد ما متماسكه بس الكوميديا مضمحله، الحوار ساذج ومباشر وسخيف لأبعد درجه ممكنه، الموسيقى سيئه، التمثيل زهقان، كل اطراف العمل بيتعاملوا ان ده فيلم كوميدي والميكي فكده كده هينجح. وهو ادينا حطينا لكم شويه من الهدف اللي بتحبوه، وجبنا لكم كمان منى شلبي اللي ملهاش اي دور في الفيلم نبيع بيها. فعلى كل نواحي الفيلم ما فيهوش حاجه حلوه، بس بيناقش قضيه كويس اننا نتكلم فيها. وبس كده لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رايك في الكومنتات. سلام.